يعني احنا هنرجع لورا شويتين كده. آه. انا التحقت بكلية طب اسنان القاهرة إمم. سنة 1983. ما شاء الله. فدي كان ساعتها يعني جالي التنسيق بتاعي ان انا كنت ممكن ادخل، يعني انا اخترت طب اسنان القاهرة الحمد لله وجت. إمم. ومن ساعتها بقى واحنا في رحلة دراسة. يعني كل مرحلة بتتقسم يعني الى المرحلة الاولانية دي كانت مرحلة الدراسة المكثفة، كانت دراسة عنيفة جدا. إمم. وفي القصر العيني يعني بشبهها لك بقطر ماشي بسرعة، ويا تلحق يا ما تلحقش. يا ما تلحقش. وايامينا برضو يعني انا بشوف ان الدنيا دلوقتي اسهل كتير، إمم. لان الامكانيات دلوقتي المتاحة متاحة للطالب اكتر بكتير من اللي كانت موجودة ايامي انا. إمم. ونوعية العلاج برضو يعني التريتمنت اوبشنز الموجودة ما كانتش موجودة في الوقت إمم. بتاع سنة 83 وكده. إمم. احنا من الناس اللي اتطبق عليها دفعة سنة، كان عندنا الاول اعدادي واربع سنين إمم. وبعدين سنة امتياز. كنت حضرتك أول دفعة يتطبق عليها لا أمال كان إيه؟ موجودة، لا لا تمام. لا لا هو احنا اتطبق علينا، فاحنا خدنا الاعدادي بتاعنا في كلية العلوم جامعة القاهرة. إيه. وكنا بنحضر في مدرجات بقى فيزياء وكيمياء وماثيماتكس ومش عارف ايه وبوتاني يعني علو يعني دراسة جنرال. جنرال كلية العلوم. يس. تمام. بعدين ابتدينا بقى ندخل قصر العيني من سنة أولى، ابتدينا بقى التشريح وبقية المواد اللي تنتمي إلى كلية الطب وتنتمي إلى كلية طب الأسنان لحد ما خدناها وتخرجنا الحمد لله. أنا اتخرجت سنة 88. إمم. أنا كان ترتيبي الأول على الدفعة. ما شاء الله. الحمد إمم. لله. وابتدينا الرحلة بقى من ساعتها واحنا لسه ما ارتحناش بصراحة. يعني ليه أنا بس؟ يعني هي طبعا كل مرحلة بيبقى ليها مشاق. يعني أنا إمم. مثلا كنت فاهم على قد مفهومي في الوقت ده ان انا في الضغوط اللي عليا دي ان لحد ما اتخرج، واول ما اتخرج خلاص هتشتغل وتبقى الحياة وردية بس كده. وبتاع. طلعت ان بعد ما اتخرجت ان كانت احلى مرحلة ليها مرحلة الدراسة. أصلًا. وانت طالب بلا اي مسؤوليات عليك ولا حاجة. آه. عشان كده انا بقول لكم استمتعوا بالمرحلة اللي انتوا فيها دي.